المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مستشفى برهان للعيون يجري عمليات جراحية ناجحة لأكثر من 350 مواطن. تنظيم سيمينار حول أهمية البحوث والدراسات في الإقليم الأوسط. شرطة مرور إقليم عنسبة تدعو للحد من الحوادث المرورية في الإقليم. الجيش السوري يواصل تقدمه في بلدات يسيطر عليها الأكراد. ترامب يحذر الأوروبيين من ممارسة لعبة خطيرة في جرينلاند. والاتحاد الأوروبي وميركوسور يوقعان الاتفاق التجاري رغم الاحتجاجات. أهلا بكم. أجرى مستشفى برهان للعيون الوطني المرجعي في أسمر عمليات جراحية ناجحة بهدف إزالة المياه البيضاء ل 357 مواطن من خلال الفترة من 14 إلى 20 من يناير في إطار برنامج توعوي. وأوضح الممرض إلكسندر فيسها طبيب العيون ومنسق البرنامج أن 140 عملية من هذه العمليات أجريت في المستشفى، بينما أجريت 217 عملية في مديرية لوغو عنسبة بإقليم القاشبركة. وأضاف أنه في وقت سابق أجريت فحوصات للعيون لأكثر من 4000 من سكان قرى دك شحاي ومقركا وملنزاناي وقراناخيدو وعد أمن ودبر عد حنس ودك زرقو وحبلا وليبان في مديرية لوغو عنسبة. وقال إنه تم تحديد الأشخاص الذين أجريت لهم العمليات الجراحية من خلال هذه العملية. وأجرى خبراء إريتريين مجهزين بأجهزة متنقلة حديثة مسحا لصحة العيون بالتنسيق مع إدارات الضواحي والمديريات والمؤسسات الصحية. صرح الدكتور إيوب بياني من مستشفى برهان للعيون بأن مسحا لفحوصات صحة العيون أجري في أقاليم البلاد المختلفة عام 2025، وأن أكثر من 5000 مواطن خضعوا لعمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء. كما أعلن عن عملية زرع قرنية بالتعاون مع مجموعة هيماليا الطبية للعيون. وأفاد سكان مديرية لوغو عنسبة الذين خضعوا للعملية أنهم عانوا من العمى لسنوات بسبب بعد منطقتهم، وأوضحوا أنهم تمكنوا من الرؤية بفضل الجراحة التي أجراها متخصصون إريتريون بالقدوم إلى قراهم. نظمت إدارة الإقليم الأوسط سيمينار يوم 16 من يناير الجاري حول أهمية الأبحاث والدراسات، حضرها مسؤولو الأقسام والفروع والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى مدراء المديريات ومسؤولو مكاتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية. وقدم مسؤول الدراسات في المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد تسفاي قلتا محاضرة حول الأساليب العلمية لإجراء وإدارة الأبحاث، وركز فيها على أسس الأبحاث والباحثين ودور الأبحاث، بالإضافة إلى تحليل الأبحاث والاستفادة منها بشكل فعال وعملي. وذكر المدير العام لقسم الإدارة والمالية بإدارة الإقليم السيد تكي قلتا في الكلمة التي ألقاها، ذكر المشاركون بالاستفادة من المعرفة المكتسبة والعمل لتطبيقها في أعمالهم الإدارية، مشيرا إلى أهمية السيمينار في الدفع بأعمال الأبحاث والدراسات التي تجريها إدارة الإقليم. دعت شرطة مرور إقليم عنسبة المجتمع بشكل عام والسائقين بشكل خاص إلى توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات. وأفاد مكتب شرطة مرور الإقليم الأسباب الشائعة للحوادث هي السرعة الفائقة وعدم الالتزام بالمسار وعدم اتباع القوانين المرورية، بالإضافة إلى التهاون والانشغال بالاتصال عبر الهواتف. وأشار ضباط المرور أن الهدف الرئيسي لشرطة المرور هو خفض مسببات الحوادث المرورية بالرقابة والتوجيه ورفع مستوى وعي المجتمع وتعريفه بالقوانين المرورية، مذكرين جميع فئات المجتمع بتحمل المسؤولية، وذلك عند استعمال الطرقات والتأكد من صحة مركباتهم والدراجات قبل ركوبها. وأحثوا في الختام الجميع على اتباع الإشارات واللوائح المرورية بشكل صحيح،
وتشير وثائق شرطة مرور إقليم عنسبة أن نسبة المخالفات المرورية سجلت ارتفاعا بنسبة 2.4%، ونسبة الحوادث بنسبة 2% في عام 2025 العام المنصرم. أفاد مكتب الصحة في مديرية حمل مالو خلال اجتماع مع ممثلي الشعب في 15 من يناير الجاري لإيضاح الأعمال الصحية التي تنجزها المؤسسات الصحية في المديريات وتطورها، أفاد بأن العمل جار بنجاح في مجال فحص السل. وقال رئيس المؤسسات الصحية في المديرية الممرض إلياس يماني إن تشخيص مرض السل قد أصبح أسهل، وانخفضت نسبة الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، وذلك بفضل زيادة الوعي العام وتجهيز المؤسسات الصحية بكوادر متخصصة ومعدات فحص متطورة. وقال رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية السيد محمد إدريس عبد الله إن عدد الحوامل التي يضعن حملهن في عيادة فيلادارب الصحي ومركزي قزقزة وجنقرين الصحيين قد ازداد، ولتحقيق أفضل النتائج ذكر بضرورة تنفيذ التوجيه الصادر على مستوى المديرية بشكل صحيح، وحث على الالتزام بممارسات النظافة والصرف الصحي السليم للوقاية من مرض السل ومضاعفاته. قال الدكتور هينوك سهية رئيس فرع الصحة في إقليم عنسبة وزكريا عباس اللاسي رئيس قسم الإدارة والمالية بوزارة الصحة، قال إن الجهود جارية لتلبية الطب على الطاقة الشمسية وإصلاح سيارات الإسعاف المتضررة وتوفير الخدمات للعاملين في المجال الصحي والمعدات، وحث الحكومة على بناء مرافق صحية بدون غرف انتظار للولادة وزيادة الدور الشركاء لتشجيع الأمهات على الولادة في المرافق الصحية. تم تنظيم حملات توعوية لمحاربة الممارسات الضارة وزواج القاصرات لسكان وطلاب مديرية الدغيح. وشملت الحملة فعاليات نظمها مكتب العمل والرعاية الاجتماعية ولجنة محاربة العادات الضارة والمحافظة على حقوق الطفل بالمديرية يوميا في 15 و16 من الشهر الجاري في 16 إدارة ضاحية ومدرسة الدغيح الثانوية، إلى جانب تنظيم مسابقة المعلومات العامة بحسب الأنباء الواردة من هناك. وقدمت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيدة مدحنيت قرماية الأضرار الصحية والاجتماعية الناجمة عن الممارسات الضارة بشكل عام وختان الإناث بشكل خاص، وحثت على محاربتها بجدية. وذكر مدير المديرية السيد هبتاب تسفازقي رجال الدين والأعيان والطلاب على لعب دورهم المؤثر في توعية المجتمع في هذا الصدد. وأكد المشاركون مدى جاهزيتهم للمشاركة في الجهود التي تبذل للقضاء على الممارسات التي تضر بأهم الفئات الاجتماعية. وتم توزيع الجوائز على الفائزين من طلاب المرحلة الثانوية الذين شاركوا في مسابقة المعلومات العامة التي نظمت ضمن الحملة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. على الصعيد العالمي، واصل الجيش السوري تقدمه داخل الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد رغم دعوات الولايات المتحدة إلى وقف تقدمه في بلدات المنطقة الواقعة شمال سوريا. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش السوري أخرجت قوات قسد من غرب الفرات، مؤكدا أن الدولة تبسط سيطرتها على هذه المنطقة، في حين دعت قوات قسد الشعب للاستجابة للنفير العام الذي أعلنته سابقا. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مصدر عسكري سوري عن تمكن الجيش السوري من السيطرة على مدينة الشحيل بريف محافظة دير الزور شرقي البلاد، في حين أعلنت المحافظة تعطيل جميع المؤسسات العامة والدوائر الرسمية حرصا على سلامة الأهالي وسط تزايد التوترات الأمنية. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان هيئة عمليات الجيش السوري السيطرة الكاملة على مطار الطبقة العسكري والتقدم نحو مدينة الرقة. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا أوروبية عدة بممارسات لعبة بالغة الخطورة في شأن غرينلاند التي يطمح إلى ضمها، معتبرا أن السلام العالمي على المحك.
وكتب الرئيس الأمريكي في منشور أن الدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا توجهت إلى جرينلاند لغرض مجهول، وأن هذه الدول التي تمارس لعبة بالغة الخطورة قامت بمجازفة غير مقبولة، مضيفا أن رسوما جمركية بنسبة 10% ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير على تلك الدول ومعها فرنسا. ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تهديد الرئيس الأمريكي قائلا إن التهديد بفرض رسوم جمركية بسبب قضية جزيرة جرينلاند أمر غير مقبول، وأنه في حال تأكيده سترد أوروبا بشكل منسق. وأكد ترامب مرارا الأهمية البالغة التي تمثلها جرينلاند لأمن الولايات المتحدة نظرا لموقعها الاستراتيجي ووفرة مواردها المعدنية، ولم يستبعد استخدام القوى العسكرية للسيطرة عليها. وقع الاتحاد الأوروبي وتكتل السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية ميركوسور اتفاقية للتجارة الحرة بعد مفاوضات استمرت أكثر من 25 عاما، وذلك خلال مراسم أقيمت في باراغواي. وبموجب الاتفاق ينشئ الطرفان واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم تضم نحو 718 مليون نسمة، وبناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 22.4 تريليون دولار. ورغم ما يحمله الاتفاق من مزايا متبادلة أبرزها إلغاء الرسوم الجمركية ومنح امتيازات تعريفية، فإنه أثار موجة اعتراضات واسعة في أوروبا، حيث نظم المزارعون احتجاجات كبيرة. ويخشى المزارعون الأوروبيون من تدفق واردات زراعية منخفضة التكلفة من دول تطبق معايير صحية وبيئية أقل صرامة، ما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات المنتجات الأوروبية نتيجة ما يصفونه بالمنافسة غير العادلة. في المقابل أعرب منتجو أمريكا الجنوبية عن مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى حصر دورهم كموردي موارد خام مع صعوبة منافسة المنتجات الأوروبية المصنعة والتقنيات المتقدمة، محذرين من مخاطر إغلاق مصانع وتسريح عمال. قال مسؤولون أن السجناء في 3 سجون بغواتيمالا قاموا بأعمال الشغب واحتجزوا 46 شخصا على الأقل رهائن، معظمهم من الحراس وبينهم طبيب نفسي. وقال وزير الداخلية ماركو أنطونيو فيليدا إنه لم يتم حتى الآن تسجيل وفيات أو إصابات بين الرهائن. وأضاف أن السجناء قاموا بتنسيق أعمال شغب في 3 سجون، وزعم أن عصابة باريو 18 هي التي نظمت أعمال الشغب، لأن زعيمها يسعى لنقله إلى منشأة أخرى للحصول على ظروف أفضل ومعاملة خاصة. ورغم أن هذه ليست أول مرة يتم فيها احتجاز الحراس رهائن في سجون غواتيمالا، فإن العدد الحالي للرهائن أعلى بشكل ملحوظ من المرات السابقة. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير أهم وأبرز العناوين. مستشفى برهان عين للعيون يجري عمليات جراحية ناجحة لأكثر من 350 مواطن. تنظيم سيمينار حول أهمية البحوث والدراسات في الإقليم الأوسط. شرطة مرور إقليم عنسبة تدعو للحد من الحوادث المرورية في الإقليم. الجيش السوري يواصل تقدمه في بلدات يسيطر عليها الأكراد. ترامب يحذر الأوروبيين من ممارسة لعبة خطيرة في جرينلاند. والاتحاد الأوروبي وميركوسور يوقعان الاتفاق التجاري رغم الاحتجاجات. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.